معكم مريم قنوني، ممرضة مجازة من طرف الدولة. حنايا اليوم في إطار تنسيق نقابي جهوي كنجسدوا واحد الوقفة إقليمية أمام ولاية طنجة ردا على العدوان وردا على التدخل الهمجي اللي تعرضت له الشغيلة الصحية الأربعاء اللي فات، الأربعاء الأسود بالنسبة لنا. كنظن بأن المغاربة كاملين عاشوا معنا هذاك التدخل الهمجي الغير المفهوم اللي تعرضت له الشغيله، اللي تم الرش ديالها بالانابيب ديال الخراطيم ديال المياه عفوا، وتم الضرب ديالها وتم الاعتقال ديالها. اكثر من 30 شغال صحي تم الاعتقال ديالو وما تم الافراج عنه الا في 12 الليل وحده الليل عاد تم الافراج عنه، وكاينين اللي بقاو متابعين في حاله سراح. اكثر من 100 شغال صحي اللي تصابوا بكسور، برضوخ، بمجموعه من المشاكل الصحيه. هذا الرد الهمجي اللي حنايا ما فهمناش، ما غير مبرر، الوغ كو المسيره كانت اولا مرخصه، ثاني حاجه مسيره اللي هي سلميه. دونك هذاك التدخل هذاك الهمجي اللي تعرضت له الشغيله، هاد الشغيله هذه اللي كانت مجنده في جائحه كوفيد، اللي كان كل شيء في الديور ديالو شادين عليهم البيبان محميين. حنايا كنقيلوا ليله نهار في السبيطارات باش نعالجوا المرضى، ودوزنا واحد الضغط نفسي لان حنايا كنخرجوا من الزنقه وكنمشيو نخدموا وكنخافوا اننا نجيبوا الفيروس نبانا نيمانا ولادنا. عندنا الرضع، عندنا حتى حنايا اللي مرضين بالسكر، عندنا حتى حنايا الحوامل، عندنا بزاف د الحاجات. دونك حنا هاد الشغيله اللي عاشت هاد الضغوط ولا الضغوط اللي اولا التضحيات اللي عشناهم مع المواطنين المغاربه في زلزال الحوز اللي بقينا ليله نهار، سورتو انا في مركز صحه قندام بقيت الليل كامل وحنايا كنديروا لي بريليفمون باش نعتقوا هذوك الناس. ترد عليهم من رئيس الحكومه، ترد عليهم من وزاره الصحه بالرش بخراطيم المياه، واكثر في القنطره في التونيل كيف ما المغاربه كاملين شافوا هذاك الفيديو كيترشوا. شكون اللي قال لك ما تهبطش هذاك الباغيه ونصدقوا حنايا في شي فاجعه في البلاد؟ زعما واحد التدخل غير مفهوم. هادشي هذا هو اللي خلى التنسيق الوطني ديال نقابه الثمن خلاهم انهم يعلنوا على اضراب مفتوح ردا لهذا يعني التدخل الهمجي اللي تعرضت له الشغيله. ما كايناش شي كلمه توصفه من غير التدخل الهمجي. من مر التدخل الهمجي اللي وقع نهار الاربعاء، نهار الجمعه تم استدعاء ديال نقابه الثمن في اطار التنسيق من طرف وزير الصحه بتوكيل من رئيس الحكومه باش يفهموا المواطنين. حنايا في 29 دجنبر 2023 سنينا ديجا المحضر ديال الاتفاق مع وزير الصحه مع المنتدب لدى الحكومه وزير الماليه. دونك حنا عندنا واحد الاتفاق وصلنا ديجا اتفاق، حبسنا الاحتجاجات ورجعنا نخدموا. باغ لا سويت كنتفاجئوا بلي اننا ما هذاك الاتفاق اللي تسنى ما تنزلش لارض الواقع. دونك بصريح العباره تضحك علينا، هكذا بصريح العباره تضحك علينا. يعني بنادم الوزاره عفوا ما التزمتش معنا بداك الاتفاق. هادشي اللي خلانا اننا نخرجوا للشارع. دونك فاش جلست نهار الجمعه وزير الصحه مع تنسيق الثمن الكتاب الوطنيون الثمن، وزير الصحه عاود نيغوسيا معاهم داك الاتفاق اللي حنا ديجا عندنا مسنين. حنا كنستناو غير التنزيل ديالو. انا عطيني واحد النصوص قانونيه، واحد النصوص تنظيميه وحطها لي في الجريده الرسميه بلي انا عندي الضمانات. اتفقتي لي على داك وافقتي لي ديجا على هذاك المحضر ديال الاتفاق، بديتي كتنزل لي في داك الشيء. دونك عطيني ضمانات، لان بصريح العباره حنا ما عندنا ثقه لا في وزير الصحه ولا في رئيس الحكومه، لان اللي باش نهضروا باللغه العاميه اللي خوى بك واحد المره يخوي بك المره الثانيه. دونك الثقه في الوثيقه. عطينا الضمانات ديالنا، حنا مستعدين من غدا اننا ندخلوا نخدموا، لان احنا عارفين بان حنا كنكرروا دائما الاعتذار ديالنا من المواطنين اللي زعما تعطلت لهم المصالح الصحيه ديالهم وداك الشيء، ولكن دائما كنأكدوا لهم بان هادشي هذا ماشي في يدنا. حنا عندنا واحد الاتفاق، الوزاره ما التزمتش، هي اللي دفعتنا اننا نخرجوا للشارع. نهار اللي غادي يقولوا لنا مرحبا صافي سالينا هذاك الاتفاق ديالكم، ها الضمانات، ها كل شيء ديالكم، من غدا غادي نصبحوا حنايا في الخدام ديالنا. حنايا شدانا اصلا هذا الاحتقان، زعما راه حنايا فرحانين به، راه حنايا ما فرحانينش به، راه حنايا كيمشي لنا من الجهد
ديالنا كيمشينا من الاموال ديالنا. راه حتى حنايا كيحرقنا قلبنا ملي كنشوفوا المواطنين المصالح الصحيه ديالهم واقفه لهم. راه حيتاش انا با مواطن ماما مواطنه وانا مواطنه، راه حتى حنايا المصالح ديالنا متوقفه، راه ماشي هما. وزير الصحه ورئيس الحكومه فاش كيمرضوا هما وعائلاتهم عطا الله البريفي، على داكشي هما مخالين المصالح ديال المواطنين بلاتي عليهم تيشوفوا الحل المناسب اللي غيقولها لهم هما الراس ديالهم. حنايا كنأكدوا من هذا المنبر هذا باننا ما غادي نتنازلوا ولو على بند واحد من محضر الاتفاق اللي عندنا مسني اللي كيتضمن 27 بند. الاغلبيه المشكله هو ان الاغلبيه ديالهم بنود اللي هي معنويه، يعني ماشي غادي يعطيك نجيبو ولا غادي يعطيك شي حاجه اللي هي خياليه. حنايا شنو اكثر حاجه بعدا ضرانا؟ انا توظفت موظفه ديال الدوله، انا موظفه. علاش اخي انت اليوم غادي تنوض تعسف عليا وتخرجني من الوظيفه العموميه؟ انا توظفت موظفه ديال الدوله، عندي بوست ديالي في بوست بيدجيتار ديالي في وزاره الماليه، مش من الحق انت تنوض تخرجني من وزاره الصحه. واش هادشي هذا هو اللي وصى عليه صاحب الجلاله الملك محمد السادس، اللي هو اللي عطى الانطلاقه ديال هذا الورش ديال الاصلاح في اطار المجموعات الصحيه الترابيه، وهو اللي كيأكد على تثمين المجهودات ديال الاطر الصحيه. واش هادشي هذا هو اللي وصى عليه صاحب الجلاله؟ صاحب الجلاله قال لكم تهلاو في الصحيه في الشغيله الصحيه بصريح العباره. الا بغيتوها تعطي الخدمه ديالها، الا بغيتوها تعطي واحد الخدمه لهاد المواطنين، الخدمه دو كاليتي اللي كنهضروا عليها، ماشي الخدمه ديال كوار وعطي العوار. دونك الا بغيتي الكاليتي خصك تخدم عليه. نتوما باغيين الاصلاح، اول حاجه السلام عليكم، لا ما بقيتوش موظفين عموميين لا خرجوا لنا من الوظيفه العموميه. ما يمكنش، هذا ماشي اصلاح، هذا ماشي اصلاح. حنايا ما غاديش نتنازلوا وما غاديش نحبسوا الاحتجاج ديالنا الى حين انزال محضر الاتفاق بالضمانات الكامله بند ببند، بدون نقصان، بدون استهتار، بدون تلاعب. لان دازت علينا مره واحده، ما غاديش تدوز علينا هذه المره هذه. بيننا وبين رئيس الحكومه، بيننا وبين وزير الصحه الشارع.